السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب الورديان، واهلا بكم في ملعب الورداني. حلقة النهارده كالعادة البوم كلها سسبنسو واثارة وفولت عالي ومالي على الاخر. هنتكلم عن ماتش القمة، ديربي الاهلي والزمالك، اكبر قطبين للكرة المصرية. الماتش اللي هيكون بكرة ان شاء الله الساعة 7 مساء. هنتكلم عن كل الامور الفنية والتشكيل الانسب من وجهة نظري للفرقتين وتوقعي لنتيجة المباراة ومين هم هيكونوا نجوم المباراة. هنوضح كل حاجه بالتفصيل، بس في البدايه رجاء من كل اخواتي وحبايبي قبل ما نبدا في الحلقه مع بعض نصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ويا ريت ندعي لوالدي بالرحمه والمغفره. اللهم ارحم ابي رحمه واسعه واغفر له واجعل مرضه شفيعا له يوم القيامه. اللهم نور قبره واجعله روضه من رياض الجنه. اللهم اسكنه الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وموتى المسلمين اجمعين. ربنا يحسن خاتمتنا جميعا. ربنا يحفظ اخواتنا في فلسطين وينصرهم ويزيل هذا الكرب والبلاء الغاشم الضعيف، امين يا رب العالمين. وما تنسوش يا حبايبي الورديان فضلا وليس امرا قبل ما نبدا في الحلقه مع بعض اللايك والشير وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. احنا مكملين بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دعمكم المستمر لينا وانتوا رزقكم يا حبايبي الورديان. ويلا بينا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. الاول كده، هي ليه اتسمت مباريات القمة؟ عشان بس الناس اللي عمالة تقول اصل الزمالك هيخسر 90,000 مليون صفر والاهلي هيخسر مش عارف ايه. اتسمت مباريات القمة لانها مباريات خارج اي توقعات، مباريات بتكون بره الصندوق. مباريات القمة عنوانها كده، مباريات القمة زي ما قلنا بتكون بره الصندوق وخارج اي توقعات. مباريات عنوانها العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، والمباريات والبطولات تكسب ولا تلعب، زي ما الكاتب المسرحي والشاعر الكبير ويليام شكسبير قال all's well that ends well. كل شيء بيبقى جميل وعلى خير إذا انتهى على خير. هي دي عنوان مباريات القمة، وبرضو من ضمن عنوانها اللي يضيع يستقبل. ده بالنسبة كده لعنوان ماتشات الأهلي والزمالك. نبدأ بقى بالتشكيل الأمثل للنادي الأهلي وبعد كده هنتكلم عن التشكيل الأنسب لنادي الزمالك في ظل الغيابات الموجودة عند النادي الأهلي. من أول حراسة المرمى، لكن عندك مصطفى شوبير وفي ثقة كبيرة جدا في حارس النادي الأهلي مصطفى شوبير، وقدم مستوى كبير جدا في مشاركاته مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا وعامل كلين شيت. يعني مركز حراسه المرمى مقارنه بنادي الزمالك في امان بالنسبه لمصطفى شوبير. ومؤخرا كابتن حسام حسن استدعاه لمعسكر المنتخب وحاجات كتير جدا، وهيبقى ليه مستقبل كبير جدا قدام لو فضل بنفس المستوى، وان شاء الله يفضل بنفس المستوى. طيب نيجي بعد كده لخط الظهر. انا من وجهه نظري افضل طبعا قلبين دفاع موجودين ثابتين، محمد عبد المنعم ورامي ربيعه. لازم انا بقول لازم اهو، ولازم دي مش عافيه، لازم دي لان اخر كلام طلع ان علي معلول جاهز انه يشارك. علي معلول بعد ما كان مشتكي من اجهاد عضلي فقط لا غير جاهز انه يشارك. ومارسيل كولر كان بيريحوا الماتشين اللي فاتوا دول عشان الماتش ده. مشاركه كريم الدبيس لعيب واعد وكل حاجه، لكن ماتشات الاهلي والزمالك لازم يكون فيه لعيبه خبرات، مش واحد او اتنين، اقل 3 او 4 لعيبه خبرات في الملعب بيفرقوا بشكل كبير. وجود علي معلول وبالذات علي معلول بوجوده بيفرق في شكل كبير جدا، سواء في التدعيم بالناحيه الهجوميه او التدعيم بالناحيه الدفاعيه. عامل زي امام عاشور كده في نص الملعب بالرغم من سنه، عشان الناس اللي كانت عماله تقول السن والمن. ده من وجهه نظري علي معلول لازم يبدا ناحيه الشمال. طيب ناحيه اليمين عندك اكتر من حل على عكس نادي الزمالك. عندك اكرم توفيق، عندك محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد ادى بشكل كبير جدا جدا الماتش اللي فات لما لعب باك يمين. انت ممكن يعني عمر كمال عبد الواحد عنده النزعه الهجوميه ومؤثر بشكل كبير جدا في التدعيم بالناحيه الهجوميه، مميز في الدفاع برضو، بس انا عايز استغله في ماتش زي ده. ده بقى شغل
رؤيه مدير فني وتعليمات مدير فني وانا عاوز ايه من الماتش. وده حاجه مميز جدا فيها مارسيل كولر، يقدر يلاعب اكرم توفيق باك يمين، ويلاعب عمر كمال عبد الواحد اللي هو بيلعب جوكر، بيلعب باك يمين وبيلعب وينج يمين وبيلعب وينج شمال، وممكن تحطه في نص الملعب. تقدر تستفيد بشكل كبير جدا من عمر كمال عبد الواحد في حاله ان بيرسي تاو مش هيشارك، لان بيرسي تاو برضو في كلام طلع انه جاهز وممكن يشارك، لانه هيشارك في ماتش قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا قدام مازيمبي. بيرسي تاو كان بيشتكي من جزع في الكاحل وما شاركش مع النادي الاهلي في اخر مواجهتين قدام فريق زد وقدام فريق ام بي. كان مارسيل كولر مريحه هو وعلي معلول. يعني بيرسي تاو ممكن يشارك، فانا بقول في حاله لو بيرسي تاو ما شاركش، في حاله لو بيرسي تاو ما شاركش، مين مارسيل كولر يقدر يعتمد عليه في الحته دي وهيبقى مميز جدا فيها، وبرضه هيقدر يدافع لك مع اللعيب اللي هو اصلا بيدافع، وبيقدر برضه انه يسلم الكوره بكل سهوله من غير ما يكون في مس باص ولا الكلام ده، اللي هو اكرم توفيق او محمد هاني. يبقى من هتبقى جبهه صاروخيه مميته اللي هي جبهه اليمين، لو اكرم توفيق او محمد هاني وعندك عمر كمال عبد الواحد بيلعب وينج يمين، وهتبقى ضلمت خالص في الدفاع لو حطيت اكرم توفيق، لان هو مميز جدا في الناحيه الدفاعيه. ده بالنسبه لخط الظهر وناحيه اليمين. طيب في نص الملعب مين؟ مروان عطيه هيشارك ولا مش هيشارك؟ مروان عطيه الفتره الاخيره كان فيه شد في العضله الخلفيه، كان بيشتكي من شد في العضله الخلفيه مش مزق. يعني بنسبه كبيره مارسيل كولر مش هيجازف بمروان عطيه، لانه مش اجهاد عضلي عادي، ده شد في العضله الخلفيه، لازم ياخد وقت اسبوع على الاقل او 5 ايام لحد ما يرجع تاني. والاصابه دي كانت جات له يوم الجمعه، يعني لسه ما فيش، بتتكلم في 3 ايام. يبقى بشكل كبير مروان عطيه مش هيشارك. مين بقى يقدر يعتمد عليهم مارسيل كولر في نص الملعب في ظل عدم وجود مروان عطيه وامام جريندايزر؟ امام عاشور عنده ممكن يعتمد على احمد نبيل كوكا وعمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه، او اكرم توفيق وعمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه، او اكرم توفيق وعمرو السوليه واحمد نبيل كوكا. يعني برضو النادي الاهلي واقف على حيله، عنده غيابات وكل حاجه وغيابات مؤثره جدا، لكن برضو الثلاثي اللي في نص الملعب مؤثرين، سواء محمد مجدي قفشه وبالذات الماتشات اللي زي كده ماتشات القمه اللي بتحتاج لعيبه خبرات، وعمرو السوليه شوفنا عمرو السوليه قبل كده بقى متالق جدا ولاعيب دولي ولاعيب خبرات. يعني ثلاثي نص الملعب برضو في النادي الاهلي يطمن. ده بالنسبه للعيبه اللي في نص الملعب. طيب ناحيه الشمال ما تلعبليش تاني بقى رضا سليم، ده وينج يمين خالص. رضا سليم ده ما لعبش وينج يمين تاني نهائيا. كلنا بنشوف خطوره رضا سليم لما بيلعب وينج شمال، بيلعب ناحيه الشمال. لعيب مهاري وسريع وقوي، والاختراقات اللي بيعملها والكسره اللي بيعملها، لعيب في منتهى الخطوره. ده انا بشوف كده من وجهه نظري رضا سليم مكانه الطبيعي انه يلعب وينج شمال. عاوز تلعب ناحيه اليمين، وانا قلت ناحيه اليمين دي انا فضلت مين؟ فضلت عمر كمال عبد الواحد. ليه؟ لان عندك محمد هاني موجود باك، وعندك اكرم توفيق باك تقدر تستفيد منه بشكل كبير. عمر كمال عبد الواحد ناحيه اليمين لو لعب وينج يمين هيبقى مؤثر جدا في الناحيه دي. ماشي، ما انت عندك كريم فؤاد وعندك طاهر محمد طاهر لعب قبل كده ناحيه اليمين، بس طاهر محمد طاهر برده مركزه الطبيعي وينج شمال. عندي عمر كمال عبد الواحد استفيد بيه في ناحيه اليمين، لازم يلعب وينج يمين، دي وجهه نظري. حبيت بعد كده رضا سليم في حاجه حصلت مش عارف ايه، عندك طاهر محمد طاهر وعندك احمد عبد القادر عشان مستر سونيك حسين الشحات غايب، بنتمنى له الشفاء العاجل وكل لاعبين المصابين باذن الله، وباذن الله يتعافى سريعا ويقدر يرجع المشاركه مع النادي الاهلي وهو كل لاعبين المصابين. مين تاني بقى خلاص يتبقى مين في مركز راس الحربه؟ الفلسطيني المخضرم وسام ابو علي، مهاجم مميز جدا، سريع قوي، خبرات، محطه، بيقدر يختار المساحات اللي يتحرك فيها، بيقدر يدربك اي خط دفاع، مهاجم نشيط يعني الافضل وسام
ابو علي بيقدر يستغل اشباه وانصاف الفرص، بيسجل لك اجوان زي ما بنقول بالبلدي كده من خرم ابره، ما بيضيعش فرص كتير. والماتشات اللي زي دي عنوانها، قلت اهو انا بقول من دلوقتي، ماتشات الاهلي والزمالك عنوانها اللي يضيع يستقبل. الماتشات دي مش عاوزه انت بتتشعبط في ضمن فرصه عشان تجيبها جول. ده بالنسبه لتشكيل الاهلي. طيب نيجي لتشكيل الزمالك. محمد عواد كويس، ناحيه اليمين عمر جابر، قلبين دفاع حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد ربنا يستر واحمد فتوح. مين بقى الثلاثي اللي في نص الملعب؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم كده، نبيل عماد دونجا. طب مين بقى مع دونجا؟ انا عاوز 2 لعيبه ارتكاز في نص الملعب، ما ينفعش العب الاهلي بلعيبه ارتكاز واحد، هتبقى حاجه في منتهى الخطوره وهيستغلها الاطراف، لعيبه الاطراف في النادي الاهلي، وهيبقى نبيل عماد دونجا مجهد جدا. وجود محمد شحاته، ثنائيه شحاته مع دونجا في نص الملعب هتبقى مؤثره بشكل كبير جدا قدام النادي الاهلي. مين بقى احطه عندك كتير جدا مع شحاته ومع دونجا؟ عندك عبد الله السعيد تقدر تستفيد بيه، عندك ناصر ماهر، عندك شيكابالا، عندك احمد حمدي، لعيبه كتير جدا في مركز 10. طيب مين تاني ناحيه اليمين؟ عندي احمد سيد زيزو طبعا، وعندي بديل ليه قوي جدا اسمه مهاب ياسر، وعندي ناحيه الشمال مصطفى شلبي وسامسون اكينولا اللي جوزيه جوميز معتمد عليه بشكل كبير جدا، لانه كان متالق الفتره الاخيره مع نادي الزمالك، وبالذات في ماتش الاتحاد السكندري اللي نادي الزمالك فاز فيه. ده التشكيل الامثل من وجهه نظري. ابرز النجوم اللي هيكونوا في الماتشات لو علي معلول بدا في ماتش الاهلي والزمالك، الاطراف، اللعيبه اللي هم بيلعبوا على الاطراف سواء باكات او ونجين، الونجين ناحيه الشمال وناحيه اليمين. علي معلول، تتكلم في علي معلول، تتكلم في رضا سليم جابها في منتهى الخطوره. ناحيه اليمين برضو تتكلم في اكرم توفيق او محمد هاني مع عمر كمال عبد الواحد، جابها في منتهى الخطوره. في نادي الزمالك احمد فتوح، مصطفى شلبي او احمد فتوح وناصر ماهر نفس الكلام. ناحيه اليمين عمر جابر واحمد سيد زيزو، ده بالنسبه لناحيه اليمين. طيب مين تاني مؤثر؟ لعيبه نص الملعب. لعيبه نص الملعب هيكونوا مؤثرين وفي منتهى الخطوره، لكن في نادي الزمالك وجود لعيب زي عبد الله السعيد او احمد حمدي او ناصر ماهر او شيكابالا في نص الملعب، يعني في ظل غياب، انا بقول في ظل غياب امام عاشور، فالحته دي فيها افضليه شويه لنادي الزمالك. انا بقول فيها افضليه، ما قلتش الزمالك هيكسب 200,000 صفر، انا ما قلتش كده، قلت فيها افضليه. وهاكد كلامي ده دلوقتي، هقول ليه. كلنا شفنا في ماتش الكاس اللي فاز بيه النادي الاهلي بنتيجه 2-0 كان في المملكه العربيه السعوديه، ده يعني باشاده جماهير النادي الاهلي هي اللي كانت بتقول كده، وكان واضح لنا كلنا نادي الزمالك فضل مستحوذ وضاغط ومسيطر 80 دقيقه وضيع بالكوم. الاهلي برده كان بيلعب، مش ما كانش ما بيلعبش يعني، بس اللي كانت الافضليه لمين؟ كانت لنادي الزمالك. في الاخر انت عشان ما قدرتش تستغل الفرص اللي بتجيلك في العارضه وتجري واي حاجه وشوط اي حاجه بره، ومفيش رؤيه ومفيش كنترول على الكوره مفيش سرعه في اتخاذ القرار، دي كلها عوامل سلبيه بتاثر، ومس باص مش عارف ايه. استغل مين الكلام ده كله؟ اللي احنا عشان كده قلت عنوان ماتشات القمه العبره بالخواتيم، واللي يضيع يستقبل، والمباريات والبطولات تكسب ولا تلعب. وقولز ويل ذات اندس ويل، زي ما ويليام شكسبير قال، هي دي ماتشات الاهلي والزمالك. وكلنا شفنا بعد الدقيقه 80 قدر الاهلي يا سبحان الله في 10 دقائق جاب جونين، امام جريندايزر، امام عاشور هوب اللي قعدنا نقول مش عارف ايه اوفسايد وكاني وماني، وبعد كده محمد مجدي قفشه القاضيه. ما جيش انا بقى اضيع مجهود 80 دقيقه ومش عارف اجيب اجوان، وانا اللي ضاغط ومسيطر ومستحوذ ومش عارف اسجل اهداف، واجي امسك بقى في شغل الشماعات وسط الخط ومش الخط يا عم هي اوفسايد، نفترض معاك انها اوفسايد، انت فين ال 80 دقيقه؟
انت كنت بتاكل مندولين؟ انت كنت فين طول ال 80 دقيقه اللي فاتوا دول؟ انت عمال تضيع، فما تسيبش كل اللي انت عملته ده وما استغلتوش وتيجي تمسك لي اصل اللاين والخط وضافر امام عاشور كان معدي وما هنقعد بقى نعبط. ما تركز في الماتش واستغل الفرص اللي بتجيلك. دي اهم العوامل، اللي هي العوامل التكتيكيه بقى والتكتيك، وبدايه التشكيله الصح، ما يكونش فيه تأليف وما يكونش فيه المباراه دي مش عايزه المغامره والغش. شراسه هجوميه وكل حاجه، بس الشراسه الهجوميه والتقديم بالناحيه الهجوميه والاطراف والوينجين والتنوع في اللعب والاختراقات وفتح المساحات والادوار اللامركزيه والتحرر في اللعب، سواء في التحرك بالكره او بدون كره واستخلاص الكره بسرعه، والمسافات امتى تكون قريبه والعب في 20 و30 متر، امتى افتح مساحاتي من غير ما يكون في فدادين ومساحات. لازم يكون في لعيبه بتغطي والتغطيه العكسيه عشان يكون في تدعيم بالناحيه الدفاعيه، وكل الكلام ده جميل، وعرضيات ومراوغات واسيستات وكل ما هو دي اهم حاجه برضه، بس ده لازم يكون بتوازن، لازم تكون ما يكونش فيه تهور، ده اسمه تهور هجومي، واجي بقى اعدم الناحيه الدفاعيه. لازم يكون في توازن وربط وانسجام بين الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه، وما يكونش فيه اخطاء وما يكونش فيه مس باص. والماتشات دي اللي بيفرق بشكل كبير فيها برضو غير الروح والجرينتا وان انا العب لاخر ثانيه في الماتش والمصابره ونفسيا ومعنويا وما ازهقش وما اتاثرش بالجانب الجماهيري. بالعكس، ده انا اموت نفسي في الملعب عشان اثبت نفسي وافرح الجماهير اللي بالالاف اللي جايه دي كلها. هي دي اهم العوامل. من ضمن السمات برضو الحلول الفرديه واللعب بره الصندوق. انت ممكن تشوف من لعيب عندك او اتنين من مهارات ومراوغات ومساحات والكرات الطوليه اللي بيعملوها وتغييرات الملعب والكرات العكسيه وكل الكلام ده كله، عرضيه جات لك لعيب بمهاره عنده عمل الفارق. برضو دي حاجه من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي بتفرق في ماتشات الاهلي والزمالك. هي دي اهم العوامل. لو قدر الاهلي او الزمالك يطبقوا العوامل اللي اتكلمنا فيها دول، هو ده الفريق اللي هيكسب، وهو ده الفريق اللي هيستحق الفوز، وهو ده الفريق اللي هنقول له مليار مبروك. وعادي جدا، دي كوره للمتعه، عادي جدا مش حرب. حبايبي اخواتي، لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. ما تنسوش تقولوا لنا رايكم في كومنت. سلام.